السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد وحاجة جديدة بإذن الله تعجبكم، حاجة جميلة وموفرة وفي قلب بيتك، كل مكوناتها في قلب بيتك وعندك، مش هتجيبي حاجة من بره. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو ونبدأ المقادير والطريقة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الزبدة الصفراء بكل سهولة ومكوناتها من قلب البيت. هنسمي بسم الله ونبدأ المقادير. أنا معايا هنا نص كوباية لبن حليب، اللي هو الإيه، اللي هو الجاموسي، اللي هو الحليب. معايا هنا قشطة، دي قشطة بلدي، هاخد منها نص كوباية. معايا هنا دي كوباية سمنة بلدي، ومعايا كوباية زيت طبعا يكون نضيف، زيت عباد، زيت ذرة، أهم حاجة يبقى نوعيته نضيفة وحلو عشان تبقى ريحتها حلوة والطعم حلو. معايا هنا معلقتين ليمون، هاخد هنا معلقتين خل، معايا هنا ايه ذرة ملح أو رشة ملح، دي سنة طبعا وبتعادل الطعم. هنسمي باسم الله طبعا، نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنحط بقى المكونات. أنا حطيت هنا القشطة الأول، وهحط بقى اللبن أهو، ده نص كوباية اللبن حطيتها اهي. هضربهم بقى جامد في الخلاط، أنا بضربهم قدامكم أهو، بس طبعا أنا عشان لازم أسنده بإيدي، بياخد يعني لازم إيد تمسك وإيد تضرب. انا ضربتهم اهو، عملوا فوم اهم، شايفينه؟ بصوا ما شاء الله، عاملين زي الكريمه، ازاي زي الكريم شانتيه. هنزل بقى عليهم بالسمنه اهو، هنزل عليهم بالسمنه، وبرضه هضربهم جامد في الخلاط واوريهم لكم اهو. انا بضربهم قدامكم اهو، بس برضه بوريكم ان انا بضرب عشان ايه، لازم اسنده برضه. طبعا انا ضربت الزبده اهي او السمنه اهي، ضربتها شايفينها باللبن بالقشطه خالص. بعد ما حطيت القشطه الاول واللبن وضربتهم مع بعض، قمت حاطه عليهم السمنه وضربتها. هنزل بقى بالملح اهو، اهو بالملح، وهنزل بالليمون مضه حافظه، هو والملح والخل اهو. وهاخد برضو حوالي معلقتين هنا خل اهو، اهو دي مضه. هضربهم بقى تاني في الكبه واوريهم في الخلاط واوريهم لكم. انا فاتحه الخلاط اهو، وطبعا الزيت حطاه بحاجه فيها بوز، هنزل بقى بيها اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى سرسوب سرسوب وايه، وهضربها جامد اهو، اهو هضربها طبعا وارجع لكم. هنزل بالسرسوب اهو برضو اهو، اهو يا جماعه السرسوب اهو خالص صغير. وهضرب بقى انا عشان بشتغل بايد اهو، وبضرب بايد اهو، اهو. هننزل برضو بقيه الزيت اهو، اهو سرسوب برضو كده. خلصت الكوبايه اهي، خلصت الشغلانه. دستوركم يا اللي معانا. هخلصها بقى واضربها جامد واوريها لكم. انا خلصتها خالص اهي، شايفينها ما شاء الله. بصوا القوام بتاعها. انا طبعا معايا علبه هنا، هفضيها فيها واحطها في التلاجة. طبعا لازم السمنه تبقى سايحه، ولازم تبقى بارده علشان ما تخرصش منكم. ما شاء الله، اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين الخليط نازل ازاي؟ ما شاء الله. دي هتبقى قالب بقى زي ما بتشتري القالب كده من السوبر ماركت. هنزل بقى اللي فيها واوريها لكم. دي بنحطها بقى في التلاجة حوالي من 4 ساعات ل5 ساعات، وبعد كده اطلعها ونوريها لكم بإذن الله. انا خلصتها خالص اهي، ودبيتها دبتين اهي، دبيتها دبتين اهو علشان تبقى متساوية مع بعض اهي. طبعا هحطها ايه 6 ساعات او 5 ساعات 4 ساعات لغاية ما تجمد. اي نوع سمنه عندك بقى، عندك سمنه صفرا، عندك سمنه بلدي. انا حطيت نص اصفر، نص سمنه، كانت عندي زبده صفرا حطيت نص بس سيحتها، وحطيت معاها معلقتين سمنه بلدي. طبعا هنقفلها بقى حلو، لو في غطا او في علب او في كيس زي ما هو كده، هنقفلها واوريها لكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتدعيم القناه.
احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين. حاجه جميله وحاجه نظيفه وحاجه انت ضمناها في بيتك وعاملاها في بيتك. تعملي منها حلويات، تعملي منها خضار، تعملي منها تقلي منها بيض، تعملي كل حاجه منها. حاجه في بيتك وحاجه جميله وحاجه موفره طبعا في الغلا اللي احنا فيه ده. ان شاء الله يا رب تعجبكم. ما تنسوش تدوسوا على الجرس وتدعموا القناه وتدوسوا على كلمه اشتراك بالاحمر عشان يوصل لكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. هعملها بقى، هظبطها واوريها لكم. انا عملتها اهو، بس انا حاطه المعلقه دي عشان تسند على حرفين الكيس من ناحيتين يعني عشان ما يطلعوش. اهو بسم الله ما شاء الله. خلصتها خالص. هدخلها بقى الفريزر واخليها زي ما قلت لكم 4 ساعات 5 ساعات لغايه ما تجمد. بعد كده طبعا هنطلعها ونقطعها مع بعض ونشوف. اي قالب بقى انجلش كيك عندك، علبه تلاجة عندك، صينيه مربعه، اي حاجه موجوده عندك استعمليها. ان شاء الله اي علبه، مش لازم علبه جبنه، حتى اي علبه تكون مربعه عندك استعمليها. اي حاجه ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه. يا رب تعجبكم باذن الله. حاجه نظيفه وحاجه جميله. طبعا احنا قلنا طبعا هنقول التكات والحركات اللي فيها، اللي هو طبعا الملح والخل والليمون، دول مواد حافظه. والملح بيعادل الطعم طبعا. والملح سنة على النبي عليه الصلاة والسلام. والسمنة لازم تكون ما تكونش سخنة، ولا سخنة قوي ولا باردة قوي، علشان ما تخرجش منك. لازم تكون يعني هادية كده وحلوة دافية بس. وطبعا زي ما انتوا شفتوا كده المقادير كلها من قلب البيت زي ما قلت لكم، حاجات بسيطة وحاجات حلوة، مفيش أي حاجة. القشطة كده كده بنطلع منها اللبن، بيطلع منها شرش بنحطه في المش، بنحطه بنعمل بيه معجنات، بنعمل بيه فطاير قرص. الحاجات دي كلها بتنفع يا جماعة والله. يعني انا لما بعمل قشطه اعمل منها الزبده، باخد الشرش اللي طالع اشيله في الفريزر في كيس، اعمل معجنات اطلعها احطها في المش. وان شاء الله هبقى ادور معاكم المش يوم باذن الله واوريكم انا بحط له الشرش وبحط له ايه بالظبط. يعني كل حاجات كده بتخليه حلو وبتخلي طعمه حلو. وطبعا يبقى نضيف ولا فيه دود ولا فيه عفان ولا اي حاجه. حاجات جميله. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. وباذن الله تجربوا باذن الله الزبده. هدخلها بقى الفريزر واما اطلعها هوريها لكم باذن الله. انا خلصتها خالص اهي وطلعتها. طبعا كانت في العلبه هنا اهي زي ما كنت حاطاها قدامكم اهي. ما شاء الله شايفينها اهي ما شاء الله. بصوا قالب اهو. ما شاء الله اهي شايفينها قالب اهي خالص اهي ما شاء الله. احطها بقى على على البليتشة او القطاعه اهي. اهو يا جماعه انا طلعتها من العلبه وهي وريتها لكم اهي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعتها اهي ما شاء الله. قالب زبده جميل. هنقطعه بقى اهو بالحجم اللي انتوا زي ما انتوا عايزين بالتساوي اهي. بسم الله ما شاء الله اهو. معلش انا عندي بس برد شويه اهي ما شاء الله اهي. بعد ما تخلص خالص ممكن تعملوها مكعبات، ممكن تقطعيها ارقي من كده اهي. اهو انا زي ما وريتها لكم اهي. بسم الله ما شاء الله اهي تحفه يا جماعه. طبعا عندنا علبه فاضيه اهي، دي علبه جبنه كنت جايبه فيها جبنه رومي اهي. طبعا هنمسك هنا اهو وهنفضي كده اهو ما شاء الله اهي. تفضيها هنا كده. عايزه تعمليها مكعبات اعمليها، عايزه تخليها زي ما هي كده اهي ما شاء الله اهي ما شاء الله. تحفه يا جماعه تحفه. الطعم حكايه والله، يعني طعمها مفيش بعد كده اهي ما شاء الله اهي يا جماعه ما شاء الله عليها اهي ما شاء الله. تحفه تحفه تحفه. احلى زبده عملتها معاكم واجمل زبده عملتها معاكم الزبده الصفرا. هي طالعه بيضه شويه لان انا كنت عامله. انا خلصتها خالص اهو يا جماعه. حطيتها في العلبه اهو زي ما انتم شايفينها. احلى زبده واجمل زبده عملتها معاكم. طبعا دي هنعمل بيها المعجنات، هنطبخ بيها، هنعمل بيها رز، هنعمل بيها كيكات، كل حاجه تستعمليها في البيت زي ما انت عايزه. طبعا دي هتنفعنا في الغلا اللي احنا فيه ده دلوقتي. طبعا الحاجه كلها غاليه. وشوف الزبده بكام. الزبده وصلت 200 جنيه.
170 و200 جنيه، وكل مادة في الطالع. لكن دلوقتي ما شاء الله احنا معانا عاملين احلى زبدة اهو، من مكونات بسيطة، مكونات من قلب بيتي. يعني كوباية سمنة، كوباية زيت، كوباية نص كوباية قشطة، نص كوباية لبن، ذرة ملح، معلقة خل، معلقة ليمون. حاجات جميلة من قلب بيتي. يا رب الفيديو عجبكم، وعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموها، ودوسوا على كلمة اشتراك بالأحمر عشان يوصل لكم كل جديد. يا رب تعجبكم إن شاء الله. أحلى زبدة وأجمل زبدة عملتها معاكم. تحفة 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 يا جماعة. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولوا رأيكم فيها إيه. مستنية تعليقاتكم، مستنية لايكاتكم، ومستنية التعليق الجميل بتاعكم. يبقى كده ان شاء الله فيديو النهارده كده الحمد لله خلص. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.